السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد غادي نديرو فيه واحد الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبخصوص على منصة اكس، نشوفوا فيديوهات اللي دايرين ترند باش نعلقوا عليهم. نبداو بهذا الفيديو الاول هذا من برنامج مصري بعد ما كان واحد الجدل كبير اللي داروا وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري من بعد ما لبس الجلابة المغربية. شوفوا المذيعة اش كتقول. ميديا على القفطان اللي كان لابسه دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في المغرب، وشفنا تعليقات إنه انتقدوا. إيه مصدر الانتقاد؟ هل في زي معين لازم يلبسه وزير الأوقاف؟ القصة كلها رأي حضرتك وتعليق. شوفي، الموضوع ده انا تابعته، خد الحقيقه اكبر من حجمه جدا. صحيح. جدا. انا شايف ان مفيش مشكله من الاساس عشان نعمل عليها كل هذا اللغط. وليه احنا بنتصيد لبعض بالطريقه ديت؟ يعني الدكتور اسامه من اسبوعين كانت الناس كلها طايره بيه علشان برنامج دوله التلاوه، صحيح. وبعدين بعد اسبوعين الناس كلها بتهاجمه علشان لابس الزي المغربي سلو السوشيال وكان ميديا. بيعزي. صحيح. كيف ما شفتوا فهاد السيد هذا غيعترف بان اللبسه اللي كان لابسها اسامه الازهري هي لبسه مغربيه، بغض النظر على داكشي اللي كيقولوا الجزائريين مثلا بانه ماشي لباس تقليدي مغربي، فهما عارفين بانه لباس تقليدي مغربي. وعلاش ناضوا الناس وهاجموه زعما ما تلبسش اللبس ديال المغاربه؟ كما نتوما عارفين دابا كاين واحد الحقد حاليا اللي ما مفهومش اشنو هو السبب ديالو على كل ما هو مغربي، وبالتالي كل شيء ولا كيهاجم في المغربي، يعني اي حاجه مغربيه كتهاجم. وكيف ما قالوا الناس اللهم كثر حسادنا. ندوزو الفيديو الثاني. هذا الفيديو الثاني واحد المحلل في قناه رياضيه سميتو محمد شبانه قال لك اسيدي كان باغي يهضر مع القجع. علاش كان باغي يهضر مع القجع؟ نسمعوا شنو كيقول. شفت يا جماعه؟ شفت؟ والله انا كنت عايز اكلم امبارح السيد فوزي الاقجع بعد ماتش مصر واسبانيا، مش عشان اقول له شفت احنا عملنا ايه في اسبانيا وتعادلنا وبتاع، لا بالعكس، منتخب المغرب منتخب كبير ومنتخب محترم يعني، ورابع العالم يعني، برافو. مش هزار يعني، والمصنف الاول على مستوى يمكن افريقيا دلوقتي. لكن كنت عايز اقول له بعد اللي حصل في مدرجات اسبانيول دي من الجمهور الاسباني والفئه اللي هي يعني خرجت عن النصوص يعني شويه العيال النوش اللي عملوه ده في الاستاد، نعمل ايه؟ اتحاد الكوره عمل بيان شجع. دابا هذا السيد هذا المصري بغى يوصل لكم بان القجع كما كيقولوا القجع دوله، يعني القجع يعني عنده ديك الكاريزما ومتمكن من يعني من جميع المواضيع اللي كتهم كرة القدم، وعارف شنو كيدير. وملي كتكون شي حاجه اللي محتاجه انها ترفع بحال مثلا لشي هيئه باش تحكم فيها وتحسن فيها، فالقجع كيدير خدمته. وبغى يقول لك بان الاتحاد المصري ما فيش شي واحد اللي عنده ديك الهيبه ديال القجع باش انه يعني ياخذ المصرى الحق ديالهم من بعد ما كانت ديك الهتافات نقدروا نقولوها انه هتافات عنصريه على النشيد الوطني المصري. ندوزو الفيديو الثالث. هنا واحد هذا واحد المغربي مسخوط الوالدين كيحط فلتر كيدير راسو ورا دريه وتيبدا يهضر مع الجزائريين وتيصورهم. الصراحه مهم، واخا هاد الاسلوب ما خصوش يكون، ولكن انا بغيت نحط لكم فيديو غير من باب المستملحات وصافي. نشوفوا. غير الدور شويه، دور نتايا دور. يلا اجا الحمراش، يلا اجا الحمراش، اجا الحمراش. مسخوط الوالدين شتو واش دار ليه يدوروا هادي ودي، يعني الناس اللي باقيين لحد الان ان كتكون عندهم ديك السذاجه. وحنا عارفين داك التطور اللي وصل ليه الذكاء الاصطناعي، ولا دابا كاين بزاف ديال الديب فيك ولا بزاف ديال لي زابليكاسيون، ولا مثلا حدا تقدر دير لايف مثلا وتطلع بالوجه ديال الدريه كما كيدير هاد السيد هذا، يعني عن طريق الفلترات ولا عن طريق حتى بزاف ديال يعني لي لوجيسيال اللي متاحين ويمكن البنادم يستعملهم بسهوله. لذلك الانسان خاصو يحضي راسو مزيان على مواقع التواصل الاجتماعي باش ما يوقعش في شي ورطه بحال اللي وقع في هذا السيد هذا. ندوزيو لواحد الفيديو. هذا الفيديو هذا الصراحه مضحك. نقرا لكم شويه شنو هو مكتوب، يعني النص اللي مكتوب قبل ما نعرض لكم الفيديو. هؤلاء هم الصحراويون الذين يطالبون بتكرير المصير. يعني تقرير المصير زعما هو كاتبها بتكرير المصير باش تضحك عليهم.
لأن من أصلهم مغربي لم يبقى إلا العشرات. العسكر كان يقدم نساء الجزائر للمرتزقة من إفريقيا معتقدا أن الاستفتاء هو الحل، وكان يعتمد على النمو الديمغرافي، والبعض من الكراغلة هربوا من الطوابير إلى المخيمات من أجل المساعدات الدولية. هذه السيدة اللي غتهضر هذه دابا هي جزائرية ومزوجة بواحد بين قوسين صحراوي، وكتهضر وكتقول بأن العلاقة ما بين الشعب بين قوسين الصحراوي والشعب الجزائري فهي علاقة وطيدة. تسمعوا شنو كتقول. أنا جزائرية من ولاية بشار من دائرة العباضلة، مقيمة في مخيمات العزة والكرامة، ومتزوجة من أخ لي صحراوي، لا أنكر كوني كزوجة، لا أقول يعني جزائرية ولا كوني يعني كزوجة له. فأشكر من هنا مخيم. المهم هذا الفيديو هذا كله تخربيق في تخربيق. الميساج اللي بغات توصل هذه السيده هذه بغات تقول لك بان جزائريه ومجوزه صحراوي، حنا بالنا صحراء مغربيه نقطه ورجع للسطر. دوزوا الفيديو اخر. هذا السيد هذا كان كيبان على مواقع التواصل الاجتماعي بزاف، وكيهضر على كل ما هو تغذيه، وعنده فيديوهات مشهورين بزاف. ودابا جايبينو باش ياخذوا الراي ديالو ويقولوا لي واش بصح الحليب مع الحوت كيدير امراض جلديه خطيره. واش كيقول دابا واش نجمعوا ما بين الحليب يمكن لنا نجمعوهم دابا. هو كان الايورفيديك ميديسين اللي هو واحد الطب هندي هو اللي تيهضر شي شويه على هذه القضيه. هي جات من عند الهند هذه القضيه، هو انهم ما تياخذوش الحليب والحوت. علاش تقول لك؟ لان الحليب هو واحد المنتج اللي هو بارد طاقيا، ماشي حيت بارد الحراره ديالو، وانه طاقيا هو منتج غير بين قوسين باش نصحوا كنقولوا طاقويا ماشي كنقولوا طاقيا، نقولوا طاقويا ماشي مشكل. هذا غلط بزاف. والحوت هو واحد المنتج سخون طاقيا يعني. المهم الحوت هو منتج سخون طاقويا، والحليب هو منتج بارد طاقويا. ما خصناش نخلطوا بيناتهم لانه كيصعب الهضم. المهم فيديو خفيف ظريف. ندوزوا لهذا الفيديو هذا لهذا السيد هذا اللي كيهضر على لي روتور، يعني ملي كتدير شي كوموند وما كتبغيهاش وكدير روتور. شوفوا واش يقول. الروتور راه حرام الا ما كانش عندك عذر، الا ما كانش عندك عذر واضح وباين. خرج فتوى قال لك الروتور حرام، شي حاجه ما قادرش، المهم شي عذر كما كان. اما انك يصوريك ليفرو وتخليه تيصوري تما وما تجاوبوش كاع في مره، انت تشري محلوش كاع في مره، انت تشري محلوش كاع في مره، تخليه تما كيصوري تشرى تيبغي لا ربي لا عبدو. وحنا راه ماشي مشكل، هانيه شكرا وما كيردونا، لكن ماشي مشكل يعني. كاين اللي ياخذ عيط الخطاب، انت داكشي تيكون اونباري مزيان. انت ها هو عيط الخطاب تيبان ياك. المهم اللي بغا يتواصل معنا في رقم اسفل الشاشه راه كندير. وشحال كتبيع هذا الخطاب اخويا؟ بشحال تبغي واش مزيان ولا كضرب بنادم حتى كينقز؟ ما علينا تنضحكوا، الله ييسر لك الامور. ندوزوا لهذا الفيديو هذا. واحد السيد من السعوديه وكيهضر مع واحد المستثمر صيني في المجال ديال العقار، وقال لك سيدي بانهم غادي يبداو يبنيو بيوت بدون تكييف، يعني ما فيهاش الكليماتيزاسيون. وشنو فيها؟ كتخدم بالعزل الحراري. يعني هما كيبنيوها بواحد الطريقه وكيديروا عازلات سقاف الارض الحيوطه ديال الدار، وكتولي الحراره، يعني الحراره اللي كاينه وسط الدار كتراوح ما بين 20 حتى 26. واخا تكون 50 درجه الحراره على برا، فالداخل ديما غتكون ما بين 20 و 26. وعاوتاني العكس، الا كانت درجه الحراره ناقص بحال مثلا 17 ولا ناقص 16، فدائما الحراره ديال المنزل كتكون ما بين 20 و 26. صراحه هاد الشينوا هادو وصل شي حوايج اللي خياليين. نشوف الفيديو. متابعينا الكرام، التقي باخوي اسماعيل. اهلا وسهلا. شلونك؟ حياك الله. اهلا وسهلا. طيب كيف حالك؟ وما شاء الله صيني مسلم سميتو اسماعيل. كويسين الحمد لله. عطنا نبذه للمتابعين عن شركتكم. طيب شو اسمها؟ الشركه حقنا كرسي، هذا في موجود الصينيه. صينيه يا سلام. حكوميه، ونحن نبني لكم بيت او فنادق، بعدين تسكن بدون مكيف. تسكن بدون مكيف؟ يسكن بدون مكيف. يعني. نعم حاجه
وشلون؟ عشان عندنا بنايه كله بعزل حراري. بناية بالعزل الحراري. من الجدار، من السقف، من الارضي، عزل حراري كله. يعني منزلك بالكامل عزل ارضي. اي نعم. خليك بيت محميه درجه حراره 20 الى 26. والله الصين هذا كارثه. غلاف جوي على بيتك انت بس. دابا العجيب في الامر في هذا الفيديو هذا ان هذا المستثمر الصيني هذا بغض النظر على الخدمه اللي كيقدم وبغض النظر على الكفاءه اللي عنده، فهو جا للسعوديه وتعلم اللغه العربيه ولا كيتواصل مع الناس باللغه ديالو، وقال لك من تعلم لغه قوم امن شرهم. حنا ما كنقولوش بان السعوديه يعني غير هذه عباره. السعوديه شعب بلد عظيم وشعب عظيم، وكفى بالسعوديه ان فيها ارض فيها مكه المكرمه وفيها بيت الله الحرام. شو سبحان الله، تعلم اللغه وتأقلم مع هاد الناس ولا مريح معهم. سبحان الله سبحان الله. ندوزو الفيديو الاخير ديالنا، شوفوا هاد السيد هذا اش تيدير. تبارك الله عنده السفل. وصلنا الخوت للنهاية ديال الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا زر ديال الاعجاب وما تنساوش دوك التعاليق الجميله ديالكم باش تشجعونا اننا نواصلوا نشر الفيديوهات. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.